لو انت طاقتك راحت وشغفك راح ومش قادر تذاكر وفاضل على الامتحانات 10 ايام وحاسس ان انت هتفشل في الحياه، خلاص مش هيبقى ليك قيمه، هتشتغل زبال لما تكبر، هتبقى صعلوك في المجتمع، هتبقى مليكش اي قيمه في الحياه، على راسنا الزبالين كلهم يا عمي تبعنا وبنحبهم والله العظيم. فانا جاي انجدك من كل دوت وارجع لك طاقتك وشغفك تاني، اللي انا كنت زيك من 5 ايام بالظبط. 5 ايام بالظبط انا كنت ما عنديش طاقه وما عنديش شغف، ودلوقتي بقى عندي. فانا اوعدك النهارده ان انت تطلع من الفيديو عندك طاقه، عندك شغف، عندك متعه، عندك اي حاجه في الحياه بقى. صراحه انا هحاول اطلع لك من الفيديو اي حاجه، عشان انا مع الفيديو بقى عايز استرسل بقى واحبك. يعني انا بحبك عايزك. اول حاجه، المرحله اللي انا كنت فيها كانت مرحله سيئه جدا، لان انا في اول دراسه انا ما كنتش طالب اللي بذاكر قوي. فانا حتى اللي هو يعني بذاكر مثلا على قدي، فاهم، اللي هو بمشي الدنيا. يعني انا ناصح بس بكسل اذاكر كسل رهيب رهيب اقسم بالله العظيم. فكنت بمشي الدنيا في كل الحاجات. بس انا ب5 ايام بالظبط امتحنت امتحان ما كنتش عارف ابص فيه، حتى انا ابص فيه ما فاهم حاجه، مش فاهم حاجه والله العظيم. ده بقى اللي فرق معايا، لان انا كنت فقدت الطاقه وفقدت الشغف وفقدت كل حاجه، وحاسس ان خلاص كده حالتي ميؤوس منها. بس اكتشفت ان حالتي مش ميؤوس منها ولا حاجه، انا بس كنت محتاج دفعه معنويه ودفعه طاقيه كده تديني طاقه وتقدمني لقدام. فانا هقول لك حالا اول خطوه انك تبدا بيها عشان تبقى راجل جامد جدا، وانا خدتها وجربتها ونفعت معايا. اول حاجه انك تعمل شاي او قهوه قبل ما تذاكر بس، وذاكر. ما تخلكش ذاكي يعني فاضل على الامتحانات 20 يوم ولا 15 يوم وانت قاعد هنا مش عارف ايه وعايز طاقه ومش طاقه. يا عم فوق لنفسك، انت جاي تهزر معايا؟ ده ايه ده؟ انت عايز تبقى ايه في الاخر؟ يعني انت شوف انت عايز تودي نفسك فين. انت لو هدفك في المذاكره في الكليه معينه فانت لازم تذاكر لها، حتى لو ما بداتش من اول السنه. انت لو في سنه كام ما بداتش من اول سنه، لازم حط هدف، حط حياه، حط دماغ ان انت تجيب الهدف اللي انت فيه دوت. هتحققه واحده 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 واحده، هتعرف تجيب الهدف بتاعك دوت لو كان فين والله العظيم. بس انت حطه في دماغك. لو بقى ما عندكش هدف زي في الدراسه فانت ذاكر عشان اهلك، عشان خاطر الناس اللي بيحبوك، عشان خاطر اي حد يا عم، عشان خاطر ربنا يا جدع. الله، انت المفروض تبقى ناصح شويه وبتذاكر وبتاع، ويبقى ليك اسم في المجتمع، واجهه اجتماعيه. خليك كده راجل واجهه، فاهمني؟ وانت كمان خليكي ست واجهه. يعني انت لو ست واجهه الناس كلها تحبك، العيال كلها تجري وراكي، بنت ست واجهه خلاص، فاهماني؟ خلي لك حياه. بس الخطوات الفعليه بقى ستاتي حاليا. اول ما تعمل الشاي انت هتقعد 10 دقايق بالظبط، هتكروت الماده، هتحاول كروت. انا قلت حاجه غلط؟ انت هتكروت العربي او الانجليزي. يا عم الانجليزي يا عم عشان ابويا ما يزعلش، ابويا مدرس عربي. ما هتكروت الانجليزي. قعدت كروت الانجليزي، حل بقى، كروته حل. مش عارف تحل طبعا، ما انت مكروته، انت هبل ولا ايه؟ مش هتحل. فترجع تشوف انت مش عارف تحل ليه. فبعد ما كروته مش عارف تحل، هترجع تشوف انت هتحل ليه، فهتذاكر بجد بقى. فانت كده كروت وذاكرت، يعني يعتبر كروته ديت تمهيد للمذاكره اللي بجد. اعمل كده وهتشوف انك اتحولت. ديت حيله نفسيه انا لسه مخترعها اول امبارح، جربها هتنفع معاك جدا. في طريقه كمان بقى، دي بقى البريمو بقى، دي الطريقه بقى اللي محدش هيقولها خالص في السوشيال ميديا ولا اليوتيوب ولا اي منصه خالص. انك تخلي عندك رجوله وتخلي عندك كرامه، وانت تخلي عندك انوثه زي الرجوله كده وكرامه برضو. وانك تشترك في قناتي عادي خالص الاول، بس تدوس لايك وده وظبطني. بعدين انك تركز انك ما تفقدش الامل في اي حاجه. الوقت لسه طويل جدا. انت متخيل 20 يوم انت ممكن تعمل فيهم ايه يا عم؟ 10 ايام لو انت تتفرج على الفيديو متاخر، 15 يوم، 10 ايام انت ممكن تلم المنهج ده 4 مرات فيه يا اخي. كل يوم ماده. انت بدات النهارده مثلا عربي، ادي عربي اهو، كروته ما عرفتش تحل، خلصته خلاص، رجعته. لو انت مش فاتح في حاجه خالص والله العظيم يتلم، والله يتلم. لو انت متقدم فيه وبتاع وماشي الدنيا وحلو وكده هتعرف تلمه سهل جدا. بس فانت حط بس ان انت هتعملها، انت هتعرف تعملها، بس حط في دماغك ان انت تعرف تعملها فهتعملها. فما تجننيش، خلينيش اشتم. انا محترم نفسي عشان انا بحبك، بس انت الصراحه صعلوك. لا انت مش صعلوك يا جدع، احنا مش صعاليك. انت مش صعلوك وانا مش صعلوك وكل الناس دي مش صعاليك. بس انت لو ركزت شويه وعرفت انت بتعمل ايه عشان ما تجننيش معاك. انا مش جاي هنا، انا مش ولي امرك والله العظيم، انا جاي بتكلم معاك بصراحه بامانه. انا مش جاي اتفلسف عليك. انا زيك يا عم. انا لسه ممكن اخش اسقط اصلا بعد كل الهري دوت. بس
في دماغي هنا ان انا هعمل اللي عليا، انا هعمل اللي عليا، انا هشتغل بجد. انا راجل عندي ثقه في نفسي ان انا واثق في ايه؟ واثق في ربنا طبعا. انا هثق في ايه تاني؟ انا هثق في ربنا ان انا هعرف اشتغل كويس جدا عشان اعرف اجيب الدرجه اللي انا عاوزها او الحاجه اللي انا عاوزها. انت لو في اعدادي او في ثانوي او في ابتدائي حتى انت هتعرف تعمل اللي انت عاوزه، بس انت حدد الهدف بتاعك وابدا بيه وهتلاقي النتيجه معاك باهره. بس انت لو نفذته على اكمل وجه هتوصل للمرتبه الساميه، والمرتبه الساميه ديت هتكون انت حاجه عايز توصلها، حاجه سامي، يعني تبقى في مكانها سامي. سامي مين؟ سامي مغاوي. انا عارف انك عايز تقفل الفيديو وتكسر التليفون على دماغي والله العظيم، بس انا اسف. انا دمي تقيل يا جدع، مالكش دعوه. انت عايز تخرج اخرج، بس ما توجعش دماغك بصراحه. دوس لايك واشترك وبعدين نخرج، انا موافق. بقول لك ايه، اهم حاجه من الاخر بقى بالكلام ده كله، بعد ما دوست لايك واشتركت ومش عايز تخرج عشان انت بتحبني واعجبت بيا طبعا من اول نظره، فانا عايز اقول لك ان انت راجل جامد جدا جدا جدا، وخد الخطوات دي جربها ونفذها، وان شاء الله توصل للمكانه السامي اللي انت عاوزه، توصل للمكانه الساميه اللي انت عاوزها. سامي يا جماعه. ان شاء الله تلاقي اللي عايزك هناك، يعني هتلاقي حد عاوزك هناك توصل له، يعني حد مستنيك طبعا. وجعت قلبي يخرب بيت دماغك. حاسس نفسي شبه علي ربيع قوي والله العظيم. بحبك والله العظيم، لو تعرف يا جدع، يا جدع يا جدع، لو تعرف انت لو اشتركت انا هحبك قد ايه. عارف احنا كام مشترك دلوقتي؟ انا 534. انت متخيل 534 ديت؟ ده رقم يعني مش هدفي الصراحه، كنت مبسوط بيه من فتره، بس يعني نعلى بقى، نعلى خلاص بقى. وصلنا 435، بقى لنا 500 سنه يا جدع، خلاص بقى لنا حوالي شهر ثابتين على الرقم دوت، مش عارفين نعلى 10 على بعض. كل شويه الناس الاقي ناس بتلغي الاشتراك، اعتقد 3/4 اللي عندي هيلغوا الاشتراك بعد الفيديو ده. بس والله العظيم ده عاجبني جدا يعني. انا حاسس ان انا مبسوط، فاهمني؟ حاسس مبسوط، حاسس بتكلم بقلبي، حاسس ان انا بحبك يعني. طبعا انت هتقفل الفيديو، بقالك ساعه قفلت الفيديو طبعا، مش عارف انت لو بتتفرج دلوقتي انت بتتفرج ليه يعني. سلام عليكم، خلاص حبيب قلبي، اشترك ولايك وبتاع وانشر الفيديو.